كالعاده طبعا الزمالك النهارده بيفوز على حرس الحدود بفضيحه تحكيميه. فضيحه تحكيميه بكل المقاييس. الكره اصلا اللي جه منها الهدف من بدايتها اوفسايد. من بدايتها اوفسايد. 2 لعيبه من الزمالك كانوا واقعين في التسلل. تعال نشوف اللعبه من بدايتها. بص الكره لحظه خروج الكره في 2 من لعيبه الزمالك اوفسايد. 2 مش واحد. والله من زمان زي ما انت شايف كده واقف شايف اللعبه. يعني هو واقف شايف اللعبه بس متقدم. بص كمل بقى اللعبه. كمل. تخيل ان اللعبه دي حكم الساحه حسبها ضربه جزاء. لاعب حرس الحدود ما لمس اخوان بزيرة خالص. هو خبط رجليه في بعضيها. دي اللعبه بالبطيئه اهي. الفار قال له تعالى مش ضربه جزاء. خلي بالك مفيش خطا خالص. وفي سيميليشن على لاعب الزمالك. يعني المفروض لاعب الزمالك هو اللي ياخد انذار. لا ده حسبها. بص محدش لمسه نهائي. لما رجع وما لقاش ضربه جزاء وما فيهاش خطا خالص قام حاسبها ايه؟ فاول من بره منطقه الجزاء وادى طرد للاعب الحرس. احرزوا منها الهدف. اللعبه دي جه منها هدف يا جماعه. اللعبه من بدايتها اوفسايد. وضربه الجزاء مش ضربه جزاء. ومفروض في سيميليشن على لاعب الزمالك ياخد انذار وما يتحسبش فاول اصلا. واحرزوا منها الهدف. ويقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم. الاهلي بيتجامل. امبارح في ماتش سيراميكا كان في لعبه لاشرف داري حصل عليها جدل. الكره دي اصلا جايه مرتده من رجل اشرف داري لايديه. اتفرج على الصياح بقى. كل ماتش لسيراميكا كليوباترا الاهلي بيبقى ليه عليه ضربه جزاء والاهلي بيتجامل. وانت محتاج اصلا انت مش محتاج. ده انت في كاس الرابطه ومش عارف. مين بقى اللي بيكسب بالتحكيم؟ انت كراجل زملكاوي قاعد شايف. انت بتتفرج عليها دلوقتي. انا وريتك اللعبه من بدايتها. اللعبه من بدايتها اوفسايد. 2 لعيبه من الزمالك واقعين في التسلل. وحكم الرايه شايفها وحكم الساحه شايفها لان هي سهله مش محتاجه فار. اللعبه كملت. في تمثيل حصل تمثيل من لاعب الزمالك. رجع للفار لقاها مش ضربه جزاء. حسبها فاول من بره منطقه الجزاء. وهو اصلا ما فيش خطا. ما هو معنى اللي انت ترجع للفار وما تلاقيش خطا. ما ينفعش انت تحسبها فاول. انت حسبتها فاول بناء عن ايه؟ احرزوا منها هدف الفوز في الدقيقه كام بقى؟ في الدقيقه ال 120 ولا مش عارف ال 110. حسب لهم قد ايه. ما هو لازم الزمالك يكسب. ليه بقى لازم الزمالك يكسب؟ عشان نهدي الجمهور شويه. عشان الدنيا شايطه. الزمالك لازم يكسب. لازم نفرح الجمهور عشان الدنيا ولعه. ما اسمعكش تاني تقول الاهلي بيكسب بالتحكيم. ماشي؟ اوعى اسمعك بتقول الاهلي بيكسب بالتحكيم. ابعتها له عشان ايه؟ معموله له. سلام.